السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نغوصوا في أعماق قضية هزت الرأي العام ديال جل المغاربة، قضية الطفلة سندوس اللي بقى في عمر الزهور عام و7 أشهر فقط. هذه القصة ماشي مجرد حادثة اختفاء عادية، بل هي تراجيديا إخواني أخواتي، بهذه العبارة تراجيديا إنسانية كتحمل في طياتها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام. ملي كناقشوا اي قضيه كنقولوا باللي المصادفه كتلعب دور كبير، ولكن ملي كيتجمعوا بزاف ديال المعطيات في مكان واحد، هنا كيولي الزامي علينا نخدموا العقل والتحليل المنطقي. واش فعلا سندوس طاحت في الواد بوحدها، ولا كاين يد خفيه كانت وراء هذه الفاجعه؟ اللي كنعرفوا حاليا ان سندوس اختفت في ظروف غامضه، وبعد ايام من البحث المضني تم العثور على الجثه ديالها في الواد بين الصخور، والساكنه كلها تضامنات مع الفتاه ومع العائله. ولكن الصدمه الحقيقيه كانت في نتائج التشريح الطبي، وهنا خاصنا نركزوا اخواني اخواتي مزيان. كان تضارب في الاراء الطبيه، طبيب تيقول باللي الوفاه وقعت قبل ما توصل البنيه للواد، وطبيب اخر كيرجح فرضية السقوط والتدحرج. بمعنى أدق إخواني أخواتي، هل فرقت الحياة بسبب فعل فاعل قبل إلقائها، أم أن القدر كان له رأي آخر؟ هذا التضارب هو اللي فتح باب الشكوك على مصراعيه كيف ما كنقولوا. مؤخرا اخواني اخواتي، الاب المكلوم ديال سندوس رجع لمكان الحادث واكتشف شي حاجه اللي غاديه تقلب الموازين. لقى حفره غارقه اخواني اخواتي، الطول ديالها كيوصل لمتر ونصف حتى لجوج امتار، مخبيه وراء صخره كبيره. الخبراء ملي عاينوا المكان لقاو اثار كتدل على حفر او محاوله استخراج كنز، حيت الحفره ما يمكنش تحفر بهذه الدقه في المكان اللي لقاو فيه سندوس. وفعلا الناس اللي كانوا تما كيقولوا بان هذه الحفره غريبه على المكان وما شافوهاش من قبل. وهنا يطرح السؤال الجوهري: واش كاين علاقه بين هذه الحفره وبين اختفاء سندوس؟ واش تم استغلال البراءه ديالها فيما يسمى بالزهريين، هذا المصطلح اللي كيرجعنا لعصور خبيره من الجهل والشعوذه؟ اخواني اخواتي، ملي كنحللوا مسرح الجريمه كنلقاو تناقضات غريبه جدا. الحذاء ديال سندوس لقاوه في مكان وفي اثار تراب كتوحي بالتمويه، وكأن شي حد بغى يغلط مسار التحقيق. والاخطر من هذا الشيء لغز الباندا، يعني رباط الشعر اللي لقاها الاب بجانب ديك الحفره المشؤومه. هذا الدليل المادي كيأكد باللي البنت كانت تما في منطقه بعيده عن المجرى العادي للواد. سوسيولوجيا كنلقاو باللي المحيط ديال البنت كان كيشهد ليها بالجمال والتميز، والجيران كانوا كيتسابقوا باش يعنقوها. هذه معطى معترف به من طرف كاع الناس اللي كيعرفوا سندوس. وهذا كيخلينا نهضروا حتى على العين والحسد كعوامل غيبية كيآمنوا بها الناس، ولكن الواقع الملموس كيشير لعملية مدبرة. إخواني أخواتي، من بين النقاط السوداء في هذا الملف هو الشخص اللي كان كيشرف على المسجد أو الكتاب القرآني في المنطقة. بمجرد ما وقعت الحادثة هذا الشخص قرر يغادر المكان نهائيا وقال: هذا آخر عام لي معكم. يعني إخواني أخواتي، القضية فيها إن كيف ما كنقولوا هذا التوقيت ديال الرحيل كيطرح علامة استفهام كبرى. واش هي مجرد صدفة، أم أن هناك أسرار دفنت مع تلك الحفرة؟ الكلاب المدربة في بداية البحث شمات ريحة سندوس حدا واحد الشجرة، وهذه الشجرة هي نيت اللي قريبة للحفرة. هذا الترابط المكاني كاين فيه فرضية أن البنت مشات كتجري وطاحت بوحدها، لأن المنطقة فيها شجر كثيف كيمنع التدحرج التلقائي، وهذا الشيء ما يمكنش يوقع إخواني أخواتي، بل مستبعد. قضية سندوس حاليا هي أمانة في عنق القضاء والمسؤولين. الأب كيبحث على الحقيقة، والأم المكلومة كطالب بحق بنتها. حنا ما كنتهموا حتى حد كيف ما كنقول دائما، ولكن كنطالبوا بتعميق البحث في هذه المعطيات الجديدة. ختاما، نرجو من العلي القدير أن يظهر الحق ويزهق الباطل، لأن الباطل كان زهوقا. رحم الله سندوس وصبر أهلها. إلى الفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.